وبرغم أية عوامل قد أكون بنيت عليها موقفي في الأزمة، فإنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها، ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. إن قوى الاستعمار تتصور أن جمال عبد الناصر هو عدوها، وأريد أن يكون واضحا أمامهم أنها الأمة العربية كلها وليس جمال عبد الناصر. تحاول تصويرها دائما بأنها إمبراطورية لعبد الناصر، وليس ذلك صحيحا، لأن أمل الوحدة العربية بدأ قبل جمال عبد الناصر وسوف يبقى بعد جمال عبد الناصر. وزي ما الفشل سببه المؤسسة الدينية اللي مش واقفة في ظهره، برضه في سبب تاني. انت ايوه انت اللي قاعد قدامي دلوقتي. لما بنقول لكم ان النمو السكاني هياكل البلد دي، احنا ما بنخوفكمش. انا عرفت، شفت بعيني، محدش قال لي. سبب المشكله لا هي فساد حكومه ولا فساد نظام اداري ولا تهميش، لا ولا لا لا لا, لا. بقول لكم كده لان موضوع النمو السكاني حسبي الله ونعم الوكيل. انت الايقونه بتاعتنا، انت البطل. جميل. طيب هو البطل خلاص بقى ولا ايه؟ هو البطل خلاص ولا ايه؟ بكلمكم بجد والله. هو ده تحت ضغط نفسي رهيب. جمل بطل خلاص ولا ايه؟ جنون بطل يتعمل فيه كده؟ خلينا نشوف كده السيسي يا حضرات لأول مرة بيصارحكم على بلاطة اون سيراميك. اوعوا الموضوع ده يتكرر تاني. وزعق فيها، اوعى يغرق جسمك، يغرق جسمك. الحقيقة ما ردتش الكلام ده لما شاف المشاهد اللي تقطع القلب بجد لإعدام الكتاكيت في مزارع الفراخ على مدار اليومين اللي فاتوا. ملايين الكتاكيت، حوالي 4 مليون كتكوت، زيوت الأسواق. الأزمة أزمة دولار ببساطة. وعمرو أديب طلع قال للراجل الدكتور الزيني، قال له يعني انتوا عايزين ما يقارب أو ما يعادل نص مليار 340 مليون دولار في الشهر؟ قال له قال له طب انا اجيب لك منين؟ ما هو كل قطاع هيقول انا عايز برضو كذا. قال له ما عندناش حل، بس في حل ما حدش خد باله منه، حل سحري. مع كل ازمه دور على المنقذ. المتحدث الرسمي: تفقد السيد عبد الفتاح السيسي بعد ظهر يوم الجمعه الاعمال الانشائيه لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهره. الله، هو سيادته فيديوهات الفراخ بتتعدم وسيادته مش معانا؟ الى 7000. ما شاء الله كويس. طب انت غليته العلف ليه بقى يعني؟ ما كرتونة البيت غليت. ايه يا اولاد الوسخه اللي بتعملوه؟ يا اغبياء يا متخلفين. لا انا العلف عندي يا فندم رخيص. انا ده حاجة عجيبة، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيكوا يعني. ظروفها الاقتصادية صعبة. تقول لي الله، فلما احنا بنشوفك بتبني وبتعمل في كل حاجة. ده إدارة موارد عشان الدولة دي تعيش بقى، ما تبقاش شكلها كده زي حديقة الحيوان. يا أنا آسف يعني. لازم انا افكر في العصاية، في العصاية. تصلح، نحاول نصلحه. مش تقول لي يلا صلح، وريني همتك. لا نصلح شغلك جماعة. انت مش شايف شغلك ليه؟ التعليم بتاعك ماله كده؟
المستشفيات بتاعتك مالها خربانه؟ ليه مش الله الله الله؟ ده انتوا اللي عملتوه. انا بصلح اللي انتوا عملتوه، اللي كسرتوه او اللي كان فاضل وكسرتوه. عن ابوك ولك كلب. انا بقالي 50 سنه بتعلم يعني ايه دوله. 50 سنه. انت بقى معلمين خلاص، زمن خلاص انتهى، ما حدش فاهم حاجه. 9 ساعات ده انت اهو.